النهارده واحنا بنصلي صلاه الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الامام قال ايه خلتني افكر فيها كذا مره واقول لنفسي هو انا من الناس دي ولا لا. الايه بتقول ايه؟ ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. يعني حاولوا على قد ما تقدروا تدعوا الناس للخير وطاعه الله، وحاولوا تبعدوهم عن المنكر والمعصيه، والناس دي هتفلح وهتخش الجنه باذن الله تعالى. فهل انت من الناس دي ولا لا؟ لانك لو انت مش من الناس دي هينطبق عليك الايه اللي بعدها اللي بتقول ايه بقى؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يعني ما تكونوش زي الناس اللي كانت قبليكوا اللي كسلت عن دعوه الناس للخير والبعد عن المنكر والمعصيه. الناس دي كان جزاؤهم عذاب عظيم في نار جهنم والعياذ بالله. فانت بقى تحب تكون من الناس اللي هتخش الجنة ولا تخش النار؟ لو انت عايز تكون من اهل الجنة فحاول على قد ما تقدر تدعو الناس للخير والبعد عن المعصية والبعد عن المنكر. كل سنة وانتم طيبين. سلام.